بيبدأ فيلمنا مع بطلتنا إيما، ودي شيف ممتاز جدا تشتغل في كافيه ومطعم فرنسي من الدرجة 5 نجوم في المدينة. كان عندها أمل إنها تحصل على ترقية لمنصب الشيف التنفيذي. للأسف بيتحطم أملها لما بيعلن الرئيس السيد باتريك إن شيف تاني هو اللي حصل على المنصب مكانها. وبعد ما تخلص دوامها في الشغل تاخد استراحة مع سارة، دي بتكون صاحبتها وزميلتها في الشغل، تعبر لها عن مدى الإحباط اللي هي فيه بخصوص الموقف اللي حصل لها. ساعتها سارة بتفهمها إن ممكن اللي حصل ده يكون خير ليها لأنها بتشتغل كتير، على الأقل هيكون في فرصة تانية أكيد علشان تترشح لمنصب ده مرة تانية. هيما بتقول لها إنها مش مستعدة أبدا. فجأة بيعطيهم شخص اسمه جو، ده بيكون شيف في مطعم تاني ومعاه صاحبه ماني اللي بيكون معجب بسارة، لكن سارة مش في اهتماماتها أصلا ولا فارق لها. ساعتها ماني وصاحبه بياخدوا بعضهم وبيمشوا من قدامهم بسرعة، لكن ماني قبل ما يمشي خباله إن الأكل وحش جدا زي باقي الناس. ساعتها هيما مش بتخلي الموضوع يعدي كده بسهولة عن طريق الهزار، بيفضلوا بقى يتكلموا عن المطعم وبتعرفوا إيما إن المطعم بيكون من درجة ال5 نجوم. جو بيعرفها إنه بيكون شيف ويقدر إنه يعرف الأكل الوحش بمجرد ما بيدوقه. بترد عليهم وبتقول له إن مطعمه لازم ياخد 0 لأنه بيكون أسوأ شيف في المدينة. ساعتها جو بيتضايق من كلامها وبيسيبها وبيمشي. بعدها ما شافت السيدة باتريك بره وجريت عليها بسرعة وعرفتها المميزات اللي فيها اللي كانت المفروض بسببها خدت المنصب وتستحق الترقية. لكن باتريك مش بتقتنع بكلامها وقالت لها إن جاكو اللي حصل على المنصب ده كان بيدير مطعم صغير، خلاها أكتر شخص مؤهل للقيادة. إيما ما عندهاش خبرة لإدارة مطعم بالحجم ده، وعلى الرغم من إنها بتوصل عربيتها علشان تمشي، لكن إيما رفضت تراجع وتستسلم. رهنت باتريك إنها تقدر تحول أسوأ مطعم في المدينة لأفضل مطعم وهيكون من فئة ال5 نجوم، وساعتها تاخد منصب الشيف التنفيذي منها. ساعتها باتريك بتوافق على الرهان ده، لكن بشرط لو خسرت هيكون الثمن انها تخفض مرتبها وكمان رتبتها. تبقى القيمة بالشرط وبيكون قدامها اسبوعين بس تنافس فيهم الرهان ده، وكده الوضع بيكون صعب جدا عليها. تاني يوم بنشوف إيما بدأت تدور على أسوأ مطعم في المدينة. انتهى بيها الأمر في مطعم جو اللي بيكون مكان فوضوي جدا. تصدم لما بتعرف ان صاحب المكان هو جو اللي قابلته قبلها بيوم، وهي على امل جديد قدمت لنفسها وكمان طلبت اكل منه. جو مش بيكون عنده منيو للاكل او اي اكل معين، وبيطبخ اللي بيجي على باله. وبنشوفها اول ما بتوصل لها وجبتها بيكون شكلها فظيع جدا، لكن من اول قطمه بيكون الطعم بيغير كل حاجه عن شكلها. تعرف ايما انه مش اسوأ شيف في المدينه، وبعد ما بيخلص كل حاجه بتعرض عليه ايما انها تحول مطعمه في ظرف اسبوعين لمطعم كويس جدا. جو اتردد لانه مش عايز يخاطر بورث عيلته. ساعتها ايما استسلمت. مجرد ما بيكون على وشك انها تمشي من المكان بيكون جو غير رايه وراح وراها وقال لها انه موافق على الصفقه. ساعتها ايما قالت له انهم هيكونوا على اتصال مع بعض. الليل بتكون ساره عند ايما، وبتكون ايما بتفرج ساره مراجعه قديمه لمطعم جو واضح فيه انه كان في يوم من الايام مشهور جدا، لكن فجاه انهارت كل حاجه لما جو تولى المسؤوليه. تاني يوم الصبح بتروح ايما للمطعم علشان تبدا شغلها فيه، وساعتها بتتصل عليها ساره وبتعرفها الجديد. بتغير المشهد وبنشوف ساره قررت حرب نفسيه على الرياضيين، وهي بطريقه هزار بتخطف طاقية الشيف بس علشان تكتشف ان كان بيزيف لهجته الفرنسيه، وده لما صرخ عليها بالانجليزيه المثاليه. في الوقت ده بتكون ايما حاسه بالرعب من مطبخ جو، وبتقضي ساعات كتيره جدا في التنظيف ومعالجه الفوضى في كل مكان عشان المطعم يكون بشكل انيق. اخيرا بيقدروا انهم يخلوه مطعم جميل جدا. بعدها بقى بنشوف ايما راحت تقابل ساره واخدت استراحه تفصل فيها كام يوم. تعرفها ساره انها شاكه انها تقدر تفوز بالرهان ده، لكن ساره ساعتها بتعرفها انها اكتشفت لهجه جاك المزيفه، وانهم دلوقتي معاهم دليل ضده يقدروا يقدموه للسيده باتريك علشان تعيد النظر في ترقيته. ساعتها ايما بتوافق وبتكون على استعداد تام للخطه. تاني يوم بنشوف جو هو بيرجع فاكهه لمحل ماني صاحبه. ساعتها بتدخل بنت جميله جدا تلفت انتباه ماني وهي بتقرب منه، وجو بيقول له يتحرك ويعمل اي حاجه قبل ما تبعد. ساعتها بتقدم نفسها وبتقول له ان اسمها سيلين، وبتساله عن مجموعه منتجات، ومن الواضح انها هي وماني متفقين مع بعض. بعدها بنشوف جو بيقترح على ايما انهم يعملوا افتتاح كبير ويحضروا الناقد وايما بتعرفوا انهم محتاجين الاول تحسين اسلوبهم في الاكل، لكن جو بيصر على ان الاكل مجرد اكل. ايما بتغير وجهه نظره وبتعلمه ازاي يحضر المطبخ الفرنسي، لكن لسوء الحظ بيتضح ان الطبخ جو وحش جدا، وساعتها ايما بتحبط. بعدها بيتغير المشهد وبنشوف ايما قاعده مع ساره بتنفس عن غضبها. تنصحها ساره انها تصاحب جو بدل ما تكون المعلمه بتاعته وتتواصل معاه بنفس مستواه. ساعتها جو هيطور نفسه بشكل افضل، وايما بتوافق تعمل كده وبتشكر ساره على نصيحتها. تاني يوم الصبح بتاخد ايما جو للمتحف وبتعرفه بتاريخ المنتجات الزراعيه المختلفه، وان الاكل مش مجرد حاجه موجوده على الطبق وخلاص، وانه بيكون حاجه خاصه بالثقافه والتاريخ. ساعتها بتتصل بيها ساره وبتعرفها انها تبدا خطتهم اللي اتفقوا عليها بخصوص التخريب على جاك، وبتطلب منها انها تفضل معاها على الخط علشان تسمع اللي هيحصل. لكن كل حاجه بتخرب لما جاك بياخد باله من التليفون وهي بتحاول تستدرجه في الكلام عن تراثه الفرنسي. كمان بتفشل المهمه مع جو، بياخد ايما للخليج وده المكان اللي حب فيه الطبخ، بيجيب لها اكلته المفضله، وساعتها ايما بتنبهر بطعمها جدا وبتحبها، وبيعرفها جو ازاي عودوا باباه ياخده للصيد هناك، ومن هنا بدا حبه للاكل. عرفها كمان قد ايه كان حزين
على موت باباه، لكن ايما بتغير من موده وبتهزر معاه عن طريق الاكل. طريقهم بيشاركوا بعض ذكرياتهم الجميله. بتعرفوا ايما ان عنده امكانيات حقيقيه لو بطل انه يقاوم مساعدتها ليه. ساعتها جو بيعرض عليها تلعب معاه ماتش بيسبول علشان يكسب ودها. تاني يوم بنشوف جو في محل ماني بيشتري البقاله، في نفس الوقت بتدخل عليهم سيلين، وقبل ما جو يدفع الفلوس بتوصل له رساله من ايما تعرفوا فيها انها موجوده في مطعم. ساعتها بيجري بسرعه عليها وبيسيب ماني يعيش اللحظه مع سيلين. بنشوفه في المطعم مع ايما وهم بيجربوا طبق جو اللي بيكون متخزن ورق من جواه. ساعتها ايما بتصر على انه يغير سكينه التقطيع الكبيره الخاصه بيه بحاجه افضل. جو بيرفض وبيفضل واقف ومش بيتحرك، وفجاه بسرعه بيمسك السكينه وبيحضنها. وساعتها ايما بتتضايق، تحبط بما فيه الكفايه وبتسيبه وبتمشي. وتروح تنفس عن نفسها شويه عند ساره، واللي بتقترح عليها انها تروح تتكلم مع مامة جو علشان تعرف كل تاريخه بشكل افضل. ومن غير ما تصنع وقت ايما بتقنع جو ياخدها لبيت عيلته في عطله نهايه الاسبوع. وقبل ما يدخلوا البيت بيحذرها انهم ممكن يكونوا متوترين شويه، كان مامته مش بتطلع كده خالص. ويتعرفوا عليها مامة لورين من عمه اليكس والعم بول كمان، وبتلعب مع اليكس وبول في الجنينه وبتفوز عليهم وبتستمتع بوقتها معاهم. جو بيعرفها ان لورين عايزاها تساعدها في المطبخ. ساعتها ايما بتروح وبيتضح انها عايزه تساعد في العجن، وايما بتسالها بخصوص السكينه اللي متعلق بيها جو. بترد على لورين وبتعرفها انها بتكون هديه من والد جو، عشان كده جو متعلق بيها من ساعه موت باباه. كمان بقى مهووس بانه يحافظ على المطعم زي ما كان. فجاه لورين بتعرف ايما انها لو جابت السكينه هديه لجو يعتز بيها وكمان هيستخدمها. في نفس الوقت بيخبط الشباك كوره من بره بتخض ايما وبتوقع العجينه من ايدها. في الوقت ده بقى بتعتذر لمامة جو، لكن لورين بتطمنها وكمان بتوضح لها ان الطبخ زي الحب ممكن انه يكون فوضوي مليان اخطاء، لكن ممكن دايما اكتشافها. اثناء ما بيتعشوا وبيتشاركوا مع بعض القصص عن شغف جو في مرحله الطفوله بالطبخ، لكن فجاه كانت هتحصل خناقه بين اليكس وجو. ساعتها ايما بتتدخل بسرعه وبتسوي الامور وبترجع للجو الجميل من جديد. بالليل جو وايما بيكونوا في البلكونه وبيعرفها جو ان ده بيكون مكانه المفضل اللي دايما بيشارك فيه ذكرياته مع باباه. وساعتها ايما بتتاثر جدا بكلامه. بيلاحظ جو ان ايما من النادر انها تتكلم عن عيلتها او تسال عنهم. تعرفوا ايما ان مفيش حاجه كويسه علشان تقولها عن باباها، لانهم كانوا دايما بيتخانقوا مع بعض وعمرهم ما اكلوا او طبخوا مع بعض. عرفته كمان ان الطبخ كان اول حاجه اداها احساس بالسيطره في حياتها. بعدها بتتاسف لجو انها دمرت اللحظه، لكن جو بيطمنها وبيقول لها ان مفيش داعي للاعتذار. وبيعرفها كمان انها تكون واحده من اكتر الشخصيات اللي لفتت انتباهه من اللي عرفهم قبل كده. وكمان قال لها ان عيلته هترحب بيها دايما. الكلام ده اثر على ايما بعمق كبير جدا. تاني يوم بتزور ايما الكافيه والمطعم اللي كانت بتشتغل فيه علشان تطلب من السيده باتريك معروف ويعني تخلي جو ياخد خبره في مطبخ المطعم. وساعتها بتوافق باتريك وبتعتبر دي فرصه ليها علشان تقيم مهارتها. وقبل ما تمشي بتروح ايما تشوف ساره اللي بتكون مشغوله جدا وهي بتخطط ضد جاك، وحضرت له طبق من رجلين الضفادع كاعتذار مزيف. جاك بيحس بالاشمئزاز وكمان هددها انه هيخصم من مرتبها لو جربت تعمل كده مره تانية، لكن ساره بتعرفه بكل ثقه انه مش هياخد الوظيفه الجديده ابدا. بتعرفه عن صفقه ايما والسيده باتريك. ساعتها جاك بتغير لغته للغه الانجليزيه وبيوعدها انه يظهر لها مدى قسوته. بعدها بنروح نشوف جو وايما بتعمل له اختبار تذوق اعمى بنكهات مختلفه وبينجح جو في كل واحده منها. ساعتها بتعرفوا ايما انها تاخده المكان شغلها تاني يوم علشان يجرب المطبخ هناك وياخد خبره. تاني يوم بيوصلوا للمطعم وبتكون ايما لبسته الزي الرسمي وكمان جابت له سكينه هديه تلمس قلبه. ساعتها بيديها حضن دافئ وجميل. وبعدها بسرعه كبيره جدا جو بياخد على المكان وبيتاقلم. بتجيله ايما علشان تشوفه، لكن بتلاقيه بدا يشك في نفسه. بيصر على انه مش بينتمي للمكان ده وان مكانه هناك في مطعمه ورافض انه يكمل اليوم. ساعتها ايما بتتكلم معاه وبتهديه وبتحفزه وبتشجعه انه يدخل في موده، وكمان ساعدته انه يرجع نفسه لمظهره الاساسي في شكل القميص بتاعه، لان ده بيساعده على انه يسترخي وكمان يبدع. بعدها بنشوف السيده باتريك بتقدم ايما لناقده الطعام جيني وبتعرفها انها تراجع اطباق جو في يوم الافتتاح، لكن فجاه بتقطعهم دوشه كبيره جدا في المطبخ. بسرعه بتجري ايما لهناك وبتتصدم لما بتلاقي جو وجاك بيتخانقوا مع بعض. ايما بتقدر بسرعه انها تخفف التوتر وتهدي الدنيا، وامرت الكل انهم يرجعوا لشغلهم. لكن قبل ما يتحرك جاك من قدامهم بيفجر قنبلته وبيعرف جو ان ايما بتساعده، وده علشان تكسب رهان مش اكتر. بعدها بنشوف ايما بتشتم جو بسبب المنظر اللي عمله. جو بيدافع عن نفسه بيعرفها انه عرف بخصوص الرهان اللي عاملاه. ساعتها ايما بتعتذر لانها خبت عليه. جو بيسالها عن الكلام اللي قالته بخصوص مهارته وبيسالها اذا كان كذب هو كمان ولا لا. ايما بتصر على ان كل كلمه قالتها عن مهارته كانت صحيحه، لكن جو كان اتدمر بسبب كذبها عليه. وبيعترف لايما انها دخلت حياته في وقت ضلمه جدا بالنسبه له، كان معتقد انه ممكن هيكون افضل معاها وجنبها، لكن دلوقتي حاسس ان كل حاجه ضاعت منه. وقبل ما يمشي بيعرفها انه بيتمنى انه ما كانش قابلها اصلا، ويسيب ايما قلبها مكسور ومتحط. تاني يوم بينفذ جو مع نفسه عند صاحبه ماني وبيعرفه بالموقف اللي حصل له، وانا بيعتقد ان الموضوع تافه ومش كبير. بيعرفه كمان ان على الرغم من كل حاجه حصلت له الا ان ايما خلته طباخ احسن من الاول، وقال له كمان انه شايف ايما حبته اكتر من مجرد صديق. لكن جو ما تقبلش كلامه. بيعرف مان انه يبطل يتعامل مع الحياه كفيلم، ورفض انه ياخد نصيحه من شخص خايف انه يطلب يقابل البنت اللي بيحبها، وبيطلب منه انه يكبر شويه
وانتهى جو من كل حاجه وقرر انه يبيع المطعم. بالليل بنشوف ايما بتحاول تتصل بيه علشان تشرح له كل حاجه، لكن للاسف تليفونه مقفول. وتاني يوم بيكون المفروض يوم الافتتاح، تروح ايما للسيده باتريك وبتعترف لها ان جو مش بيكلمها، بتعرف ان هي اللي فازت بالرهان وانه خلاص، وكمان الخصم من مرتبها هيتنفذ وكمان رتبتها هتنزل. لكن ايما بتعرف انها هتسيب رتبه الشيف وهي كلها احباط. بعدها بنشوف في المطبخ جاك اللي بيصعب الامور عليها اكتر، لان ايما بتكون مهزومه جدا مش بتقدر انها تقاومه. لكن ساره بتكون بتحاول تواسيها وبتفكرها ان مش كل حاجه وان الحياه فيها ناس فوضويين، وده كويس جدا. ساعتها ايما بتفكر في كلام نورين معاها عن الحب، وبتيجي على بالها فكره علشان تصلح كل اللي حصل. ولما بيسالها جاك عن الطبق الجديد بتخرسه قدام الكل وبتعلن انها مش هتشتغل. راح جاري للسيده باتريك تسالها اذا كانت لسه تقدر تحصل على تقييم ال5 نجوم لجو، كمان عرفتها انها مستقيله. هنا قدرت انها تكسب احترام باتريك ليها. في نفس الوقت في المطبخ استهزأت ساره بجاك اللي بيكون بيهددها بلهجته الانجليزيه الحقيقيه. فجاه دخلت عليه باتريك وهو بيتكلم وسمعته وطردته من المكان، وده خلى ساره انبسطت جدا. بعدها بيتغير المشهد وبنشوف ساره راحت بسرعه على مطعم جو، بتلاقيه مقفول، لكن استخدمت النسخه اللي معاها وفتحته ودخلت. للاسف اتدمرت لما شافت اوراق قانونيه بتاكد انه بيبيع المكان، لكن ايما مش بتستسلم وحطت الورق في شنطتها ودخلت المطبخ وبدات تطبخ وتظهر تصميمها، لدرجه انها كمان استخدمت سكين جو القديمه. ساعتها بيدخل عليها جو بيتفاجئ بوجودها، بتعتذر له ايما عن كل حاجه حصلت، اصرت انها ما تخلوش يبيع المطعم. كمان اعترفت انها مش مثاليه لكن اتغيرت. جو بيفضل شاكك فيها، علشان تثبت له ده اكلته ومخليله القديم، ولان دي الحاجه الوحيده اللي كانت بتعترض انها تعملها بشده قبل كده. لكن فجاه بدات انها تتخنق. جو قلق عليها جدا وبسرعه جري عليها ساعدها، وتحول الموضوع بسرعه لهزار بينهم، وبقت اللحظه خفيفه الظل عليهم. ساعتها جو بيعترف لايما انها غيرته للافضل، ويكون على وشك انهم يتبادلوا القبولات. بيدخل عليهم ماني وعيلة جو بيقطعوهم، وعلى ما يبدو ماني عرفهم افتتاح المطعم. كلهم جم علشان يساعدوهم. جو كان متشكك في الاول لان ما عندوش منيو للاكل محدد، لكن ايما اقترحت عليه انهم يديروا المطعم زي ما كان بيعمل باباه بالظبط، الطبخ يكون من القلب. بعدها بدا جو فريق العمل وهم مصممين على انهم ينجحوا بسرعه، وبسرعه كبيره بيتشكل طابور طويل جدا قدام المطعم من الزباين خارج المطعم، واليكس بيكون النادل للمكان وماني هو مدير المكان من الداخل. بيتفاجئوا بوجود سيلين، وبيتضح ان جيني ناقده الطعام بتكون عمتها، وهي كمان هنا علشان تراجع اطباقه. ساعتها مان انتهز الفرصه وجمع شجاعته واخيرا طلب رقم سيلين، وابتسمت سيلين وادت له الرقم. عرفت انها ما كانتش متوقعه انه يطلبوا منها ابدا. في نفس الوقت بيهتم اليكس بسرعه بجيني وسيلين، وانبهرت جيني بعدم وجود منيو محدد للاكل في المطعم. يوضح لها اليكس انهم بيخصصوا الاطباق بناء على رغبات العملاء مع مراعاه القيود الغذائيه. ساعتها جيني بتلاقي ان الفكره مثيره جدا للاهتمام، لكن بتشك في قدرتهم على تنفيذها بنجاح. بعدها بيبدا الاختبار الحقيقي لما بيقدموا لها ايمي وجو وجبه من 3 اطباق، وبعد ما بيشرح لها جو بتبدا جيني تدوق، وبيكون المطعم كله حابس نفسه ومتوترين جدا منتظرين رد فعل جيني. وبعدها بشويه بتعلن جيني اخيرا انهم حصلوا على تقييم 5 نجوم. ساعتها المكان كله بيملاه الفرح والسعاده وبيحتفلوا كلهم، وجو بيشكر ايما على كل حاجه عملتها معاه لانها دخلت حياته وغيرته. بيقترح عليها انهم يديروا المطعم مع بعض كشركه، وبدل ما ترد عليه ايما بكلام بتحضنه، ده معناه انها بدايه رسميه لعلاقتهم. وبينفجر المكان كله بالهتافات، وبيختتم الفيلم بنجاحهم بالحب والضحك.